التقويم الهجري على الايفون دايما فيه مشاكل. تعال نمشي خطوات بسيطة سوا كده عشان نظبطه، مش هيبقى فيه مشاكل تاني خالص. لو دخلنا على الكالندر او التقويم بتاعنا على التليفون هتلاقوا عبارة عن التقويم الميلادي بس. طب انا عايز اظهر التقويم الهجري، هخش على الاعدادات واجيب جنرال وانزل تحت language and region، هلاقي عندي الريجن بتاعي ايجيبت، هغيره لسعودي ارابيا. بعد ما اتغير لسعودي ارابيا اللي هي السعودية، اخش على الاعدادات وبعد كده اخش على كالندر اللي هو التقويم، هلاقي حاجة اسمها alternate calendars، هتلاقي جواها اسلامك. كده احنا خلاص ظهرنا التقويم الهجري. لو دخلنا هنلاقي التقويم الهجري ظهر بالارقام اللي هي الصغيرة اللي تحت. طيب انا لما اجي اخش على وليكن يوم 28 اللي هو بيوافق 10 ذو الحجة، انا عايز يظهر عيد الاضحى، اخش على كلمة كالندرز اللي تحت، اي حاجة مكتوب قدامها ايام العطلة مصر، في مصر يعني holidays in Egypt، هنخفي كل الحاجات دي. واعياد الميلاد المملكة العربية السعودية هخفي اي شيء يخص اي عطلات، وهعمل تحت add calendar add subscription calendar، وفي لينك هسيبه لكم في التعليقات. اللينك ده هيعمل ايه؟ هو هيجيب من على ويب سايت او موقع الاسامي الاعياد الرسميه في مصر، ويبتدي يحطها لي في الكالندر بتاعتي او في التقويم بتاعي، وادوس سبسكرايب وادوس على كلمه اد فوق، هتلاقي ايجيبت هوليديز، ادوس دان. لو جينا على شهر 6 يوم 28 هنلاقي عيد الاضحى. يبقى انا كده خلاص ضفت التقويم الهجري، وضفت معاه كمان اسامي العطلات الرسمية. لو عجبكم الفيديو، انا اسمي محمود ابو السعود وهتلاقوني تحت الاسم ده على السوشيال ميديا كلها. يا ريت لايك وشير وسبسكرايب وفولو وكل الحاجات الحلوة دي.